لو الكوسة مش من الأكلات المفضلة عندك، تعالي شوفي معايا الطريقة دي اللي هتخليها في حتة تانية خالص. هنعمل النهاردة الكوسة المطبوخة بالصلصة على أصولها، مستوية كويس ومش مهرية وبطعم غني يفتح النفس. المكونات معانا: نص كيلو من الكوسة المقطعة حلقات، 2 كوب عصير طماطم، بصلة متوسطة مفرومة، فصين من الثوم، معلقة كبيرة سمنة أو زبدة زائد معلقة زيت. البهارات: فلفل اسود، ملح، رشة صغيرة من 7 بهارات، ورشة صغيرة من بهارات الفراخ، بالإضافة إلى 2 مكعب مرق الدجاج. المقادير بسيطة وموجودة في كل بيت، ومجهزين كمان السر الخطير اللي هيديلها طعم مميز جدا. خليكي معايا عشان نعرف تركي. في حلة على النار هننزل بالسمنة والزيت ونشوح البصل لحد ما يدبل، بعدين نضيف الثوم ونقلب لحد ما الريحة تطلع. ننزل بقى بعصير الطماطم ونتبل بالملح والفلفل والبهارات، ونسيبها تتسبك كده على نار متوسطة لحد ما تاخد اللون الأحمر الجميل. بعد ما الصلصة اتسبكت معانا هننزل بحلقات الكوسة اللي غسلناها وقطعناها. هنا بقى بنضيف قرن فلفل أخضر حراق، ده اختياري، ورشة النعناع الجاف. الإضافتين دول بيخلوا طعم الكوسة في حتة تانية خالص. هنهدي النار ونغطي الحلة ونسيبها تستوي براحتها من غير ما تتهري. شايفين الجمال؟ الكوسة استوت وبقت زبدة، والصلصة قوامها مظبوط جدا. قدميها بقى مع شوية رز مصري مفلفل كده، وبطاطس محمرة، وشوية مخلل أيا كان عندك، مع طبق سلطة، وبالهنا والشفا. جربوا الطريقة دي، مستنية رأيكم في التعليقات. الكوسة صيدلية متكاملة لجسمك. أدرجوها في نظامكم الغذائي واستفيدوا من قيمتها العالية. صحتين وهنا.